لو عايزه تعملي ورق العنب بطعم لذيذ وتيست عالي، بلاش تعمليه في الحله، رصيه في الصينيه وحطي في وسط برطمان وثبتي عليه الفرخه. هنسويه في الفرن، هيطلع بطعم جميل جدا جدا، مختلف تماما عن اللي بتعمليه في الحله. كمان الفرخه هتطلع مستويه ودايبه، واوعي تقولي الفرخه هتطلع نيه، ابدا، هتطلع طريه ومستويه جدا. وكمان ورق العنب هيطلع بطعم رهيب، طريقه هتعجبك جدا لو انت ما جربتهاش قبل كده. تعالي معايا بقى نشوف بنعملها ازاي، بسم الله نصلي على الرسول. وفي الاول هنتبل الفرخه، هتجيبي بصلايه وسط تفرميها ناعم وتحطي لها رشه ملح وربع معلقه صغيره فلفل اسود ورشه بسيطه حبه الناعم وربع معلقه صغيره بهارات فراخ او 7 بهارات او بهارات لحمه لو ما عندكيش الاتنين. كده الخلطه مش فاضل لها غير معلقتين 3 طماطم معصوره، او ممكن تحطي لها صلصه طماطم لو انت عاملاها بنفسك، وتقلبي كويس. كده خلطة الفرخة جاهزة أو تتبيلة الفرخة، تتبيلة بسيطة جدا بس هتخلي الفرخة بطعم جميل جدا. هنعمل ايه بقى؟ هنفصل الجلد بتاع الصدر، ونجيب سكينة رفيعة ونعمل فتحات في الصدر، ونعمل نغزات كده عند الورك وعند الجناح. المهم هننغز الفرخة كده كام نغزة ونبتدي نتبلها من جوه، ونرفع الجلد ونتبلها من تحت الجلد. الفتحات دي بقى ميزتها ان هي بتخلي تسوية الفرخة احسن، بتستوي افضل، ما بتبقاش نية خالص في الحتة اللي هي الكتل التخينة، وكمان بتبقى متبلة حلو. اخر حاجة هنعملها هنجيب حتة خيط كده صغيرة ونمسك الرجلين مع بعض ونلف الخيط عليهم علشان نثبتهم. فالطريقة دي هتبقى افضل جدا مع البرطمان، ونسيب الفرخة مع تتبيلتها شوية ونروح نعمل خلطة المحشي او خلطة ورق العنب. هنحط شوية زيت في الحلة، واول ما يسخنوا هننزل عليهم ببصلتين 3 بحجم وسط مفرومين في الكبة او مبشورين بالمبشرة او متخرطين بالسكينة. المهم هنخليهم يتبلوا كده بس، يا دوب بس البصل يدبل هننزل عليه بمعلقة او معلقتين هريسة الفلفل الاحمر. الهريسة دي معمولة على النار، انا كنت عاملة طريقتين، اللي هي الهريسة اللي بتتعمل على البارد اللي هي مش مستوية، والهريسه اللي هي مستويه ودي بتقعد فتره كبيره جدا جدا وطعمها حلو قوي مع الاكل السخن. لكن الهريسه اللي على البارد حلوه قوي مع المخللات. المهم قلبنا الهريسه تقلبتين 3، وهننزل بكيلو الا ربع طماطم او كميه اللي انت بتحبيها، وهنسيبها على نار وسط لحد ما السوائل بتاعه الطماطم تتبخر والطماطم تتسبك كده تسبيكه معقوله. بعد كده نحط الملح وربع معلقه صغيره فلفل اسود ورشتين 3 قرفه، والقرفه هتخلي خلطه محشي ورق العنب طعمه في حته تانية خالص. وحطي رشه بسيطه كمون، وممكن ما تحطيهاش خالص. بعد كده ربع معلقه صغيره بهارات محشي او بهارات فراخ او ال7 بهارات، ونقلب التوابل مع الصلصه في الاول، التقليب كده هيبقى اسهل بكتير. بعد كده هننزل بالرز مغسول المتصفي ونقلب لحد الرز ما يتوزع مع التسبيكه حلو قوي. بعد كده هنحط معلقتين 3 بصل ني. البصل اللي انا بقطعه في الاول علشان احمره في الزيت او اخليه يدبل في الزيت، بشيل منه معلقتين 3 ني وبحطهم في الاخر خالص بعد الرز. ده بيخلي الخلطه برضو بطعم جميل جدا. تقلبتين 3 ونطفي النار. بعد كده نحط الخضره اللي هي عباره عن حزمه شبت وحزمه كزبره، ولو حابه حطي عودين بس بقدونس، ما تكتريش البقدونس او ما تحطيهوش اساسا في خلطه محشي ورق العنب. كده الخلطة مجرد ما قلبت الخضرة بقت جاهزة، نجيب الصينية او القالب ونحط فيها شرايح بصل وشرايح طماطم، وهاتي برطمان يكون قصير شوية كده ومدملك، نحطه في النص. تمام. هنحط بقى في البرطمان نص مية تقريبا، ونحط فيه ورق لورا 3 4 ورقات، ونحط وحدتين حبهان سليم، ونحط وحدتين كوبيبة صيني وشوية ملح. وتتبيلة الفرخة او خلطة الفرخة انا شلت منها جزء بسيط كده، فهحط في البرطمان معلقة كبيرة او معلقتين صغيرين من تتبيلة الفرخة. بعد كده بقى الخلطة معانا جاهزة زي ما قلنا، نجيب ورق العنب المسلوق، وبعد كده نبتدي نلف. طبعا طريقة اللف احنا قدمناها كتير قوي قوي قوي، ولو انتي ما بتعرفيش يعني تلفي ورق العنب، وده طبيعي، بيبقى في ناس جديدة لسه داخلة المطبخ لأول مرة، فإن شاء الله هتلاقي فيه طريقة لف أنا سايباها في صندوق الوصف. وفي كمان طريقة كنت عاملاها على المعلقة للي مش بيعرف يلف ورق العنب على ايده زي ما انا بعمل كده. كمان كنا بنحط الورق يعني 10 15 ورقة كده على الرخامة ونوزع الخلطة مرة واحدة، بعد كده نطبق جوانب الورق ونلف. فبرضو الطريقة دي سهلة قوي للي عايز يلف ورق عنب بسرعة. المهم بنحط الخلطة في الربع اللي تحت كده من الورقة، ونقفل عليها الجوانب ونبرمها كده، وخلاص ورق العنب بيتلف
على طول، مش بياخد وقت. نرص اول صف في الصينية، بعد كده هنبتدي نرص بقى الصف اللي فوق. وده بقى لو انت هتقدمي الصينيه دي للضيوف او عايزه تقدميها لعيلتك كده في يوم الاجازه وعايزه شكلها يبقى حلو، حطي 3 4 صوابع بالطول، 3 4 صوابع بالعرض. الصينيه او القالب هيطلع شكله بالجمال ده، جميل جدا جدا. بعد كده هنجيب الفرخه بقى، طبعا احنا متبلينها وسايبينها شويه على ما عملنا الخلطه، مش محتاجين ان احنا نسيبها في التتبيله كتير. هنحطها في البرطمان وكده هتتثبت كويس، وباقي الخلطه هنوزعها على وش الفرخه من بره. حطينا ليه بقى ميه واضافات كده في البرطمان؟ علشان ده هيخلي الميه دي بتغلي، فهتسوي الفرخه حلو قوي من جوه. هنا بقى انا حطيت شويه زيت علشان ورق العنب يبقى بيلمع كده ومفلفل. كمان هتجيبي نص ليمونه يكون حجمها كبير شويه، وزعيها على ورق العنب، وباقي الليمونه وزعيها على الفرخه. ده هيخلي الفرخه تاخد لون حلو والجلد بتاعها ما ينشفش. وتجيبي المرقه بقى او الشوربه، لو انت ما عندكيش شوربه فراخ هتعملي اللي هي مرقه الدجاج لو انت بتحبيها، اللي هي المكعبات بس. وهي بتغلي على النار حطي فيها معلقتين 3 طماطم، عصير طماطم. الشوربه هيبقى لونها حلو وطعمها جميل جدا. هنحط قد ايه بقى؟ هنحط الشوربه تبقى مساويه لصف ورق العنب. ليه؟ لان هو هيطول شويه في الفرن، فمش عايزين الشوربه قليله. فانت لو بتحبي الورق يكون متماسك شويه والرز متماسك، خلي الميه اقل من اول صف. لو عايزاه مظبوط خلي الميه مساويه لاول صف. طب انت بتحبي المحشي طري بزياده، خلي الميه او الشوربه يعني تعدي اول صف. تمام. بعد كده نحط ورق زبده، عشان انا هقفل على القالب بالفويل، فما ينفعش احط فويل على طول. هقفل بورق الزبده قوي، بعد كده هقفل داير ما يدور بالفويل. المهم ان انا مش عايزه ولا صباع من ورق عنب يكون باين. هنلف حوالين البرطمان، نقفل كويس قوي، وهندخل الصينيه بالفرخه الفرن زي ما شفتوا. انا حطيت الشبكه على اول رف تحت فوق الصاجه على طول. وسبت النار عاليه نص ساعه في الاول، بعد كده خليت النار اقل من المتوسطه وسبتها ساعه. يعني الفرخه بالقالب ده اللي فيه ورق العنب قعد في الفرن ساعه ونص، نص ساعه على نار عاليه، بعد كده ساعه على نار هاديه. ولفيت الصينيه مرتين 3 علشان انا جيت في اخر نص ساعه شغلت المروحه، بحيث ان الفرخه تاخد اللون الحلو ده داير ما يدور من كل ناحيه. تمام. وبعد ما شيلنا بقى ورق الزبده والفويل، نشوف بقى صوابع ورق العنب المفلفل، مفيش حاجه معجنه، صوابع مستويه حلو قوي قوي قوي. الفرخه زي ما انتم شايفين واخده لون خطير، لون تحفه. وهنشوف مع بعض برضو الصدر من جوه عامل ازاي، علشان ما حدش يقول لا دي كده هتبقى نيه، ده احنا مش مغطين الفرخه، ده احنا مش مقفلين عليها. طب هي هتستوي ازاي؟ هي هتستوي على حراره الفرن، واحنا كمان حاطين شويه سوائل في البرطمان ومتبلين كمان الميه اللي في البرطمان دي، فالفرخه هتبقى مستويه ودايبه قوي. ورق العنب بطعم جميل جدا. جربي الطريقه دي وان شاء الله هتعجبك جدا جدا. بس